السلام عليكم متابعين يوسف حسين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. جبنا لكم واحد الفيديو اللي سبيسيال صراحه الله. اول مره كيعجبني شي واحد كيدير شي رد على الكراغيله، على الجزائر ولا على الاعلام الجزائري. غنشوف الاخ الحسين، تبارك الله عليه، الصحفي الحسين تبارك الله عليه. صراحه الله الشخص، يعني واحد الشخص اللي رائع، واحد الشخص اللي الله يعمر هذا، واحد الشخص اللي نزيه في العمل ديالو. تحياتي ليه من هذا المنبر، وشكرا ليه على هذا الرد اللي دار للكراغيله، وعلى هذا الترشيبه اللي شرشمهم. غادي نخليكم باش تشوفوا شنو قال على هاد الكراغيله، باش تعرفوا شنو قال، وغادي نرجعوا. المهم اخوتي ما تنساوش بارطاجوا هذا الفيديو. هذا الفيديو بغيتو يتبارطاجا صراحه الله، هي هذه بغيتو يتبارطاجا. نشوفوا الاخ الحسين، مرحبا بك في هذه الحلقه هذه، ومرحبا بك معنا في هذه القناه اللي اول مره كنبارطاجيوك معنا، ومرحبا بك. وما تنساش شوفوهم ونسكتوا، لا ابدا، لابد ان ندافع ولا بد ان نظهر الحقيقه. احنا الان تنقول الحقائق وتنقول الواقع، ولا نكذب لا نزيف ولا ننشر الاشاعه. اذا خليني نقول، هي حرب اعلاميه ارادها حكام الجزائر، حركوا الاله الاعلاميه ديالهم الرسميه. فاحنا عبد ربي ما يمكنش نتفرج ونشوف، وكثير من الزملاء وكثير من المثقفين المغاربه والفنانه والرياضيين والمواطنين المغاربه اللي نصبوا نفسهم مدافعين وتردوا على الاعلام الجزائري، لانه ما خصهاش تبقى كلمه واحده عند الراي العام، سواء كان جزائري، سواء كان مغربي، سواء كان افريقي، سواء كان عربي، سواء كان دولي. ما يمكنش، ما نخليوش. حيت الا كانت كلمه واحده، الا سكت كل شيء، لا حقا ما نسوقوش لهم، ما نردوش عليهم، وبقى الاعلام الجزائري تيروج الاكاذيب. راه هذه هي البروباغندا اللي اعتمدها هتلر في حربه النازيه، اعتمد الدعايه الكاذبه. علاش؟ باش يشتت تركيز الخصوم ديالو، ونجح فيها. لانه عارف، هتلر عارف مزيان بان الكذب او الكذبه تتبقى تعاودها. راه الناس عارفين كذبه، ولكن تتبقى تعاودها وتلح عليها وتصر عليها، وكل مره تتزوقها بشي حاجه تتولي حقيقه. لان ما كاينش اللي طعن فيها، ما كاينش اللي زاحمها، الحقيقه اللي زاحمها ما كايناش. فبالتالي النظام الجزائري والمخابرات الجزائريه راه واعيين بهذه البروباغندا اللي دار النازيه، اللي دار هتلر، وعارفينها مزيان، وتيبغيو يطبقوها في حق المغرب. تيلوحوا الكذب والاشاعه وتيبقاو يعاودوها، وما تعيوش، وتخسروا فلوس على اساس انها تولي الحقيقه. ولذلك حنا واعيين اكثر منهم، وفاهمين اكثر منهم، وعايقين اكثر منهم. ما غاديش نخليوهم اعلامهم الجزائري ديال النظام يقول اللي بغا. غادي يقول، غادي نجي انا غادي نقول، وغادي يجي منار سليمي مشكور غادي يقول، وغادي يجي الرمضان، وغادي يجي يوسف حسين غادي يقول، وغادي يجي اي واحد عنده الحقه على هذه البلاد غادي يقول، غادي يفرقع عليهم وغادي يرد عليهم. حيت صراحه الله انا كنسمع انهم مسلمين وحنا كردونا غير اليهود، وحنا بزاف ديال الاشاعات طلقوا على المغرب، وبزاف ديال الاشاعات. هادو انا كنشي ليهم انهم كذابين 100%. وبزاف ديال الناس مغاربه ديالنا كيجيو تيقولوا لك لا، ما بقاوش تقولوا لهم، ما بقاوش ديروا لهم. شوف هاد البلاد حنا واحد الحرقه على هاد البلاد. حنا كنحبوا بلادنا، كنبغيو ملكنا، كنبغيو بلادنا، ما كنسمحوش فيها. وما يمكنش نسكتوا لاي واحد سولت له نفسه انا ويجي ويطعن فينا ويقول ما ليس فينا، فاحنا له بالمرصاد ونردوا عليه وغادي نشرشموه. واي حاجه كيروجوها ضد المغرب فاحنا لهم بالمرصاد، وغنبقاو دائما في هذه القنوات الصغيره، شي حاجه بسيطه بزاف تحت الصفر. انا كنعتبر راسي انني تحت الصفر، ولكن عندي واحد الحرقه على هذه البلاد اللي غتبقى فيا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، الى النهار اللي غادي يهبطوني للقبر. غنبقى دائما ناضل وندافع على هذه البلاد، حيت هذه البلاد كنحبها. انا كمغربي حر، عندي واحد الحرقه على هذه البلاد. داكشي علاش غنبقى دائما نهضر على هاد الكراغيله اللي دائما كيحاولوا يوسخوا الصوره ديال بلادنا. اي حاجه غايقولوها فاحنا مع يماهم. غادي نحاولوا نكملوا شنو قال الاخ الحسين، وتبارك الله عليه صراحه الله. هذا الشخص والله الا شخص واعي، وشوف الطريقه باش كيهضر، وشوف الطريقه باش كيهضروا هما الاعلاميين ديالهم في القنوات الرسميه ديالهم، وشوف في الكناخ اللي عندهم هما، وشوف تبارك الله السيد كيفاش كيهضر بالاحترام بالوعي بكل ما هو بالاداب الصواب. شوف تبارك الله، يعني واخا تكون جزائري غادي تسمعوا وغادي توعى بهذا الشيء، ولكن لا حياه لمن تنادي.
غنخليو الاخ الحسين باش يكمل. يعني غادي يقول وغادي يجي الصحفيين وصحفيات زملاء غادي يقولوا وكل شيء غادي يقول، ولن نترك لهم مجالا ان يعيدوا الكرة ثانية كما دارها هتلر في حرب النازية الإعلامية. واضحة؟ متفقين؟ يلا على بركة الله. كما قلت اليوم نتكلموا على آخر ما كاين، نهاية الشام. سال الشام في الجزائر سالة، وعرفتوا القصة، ما مشاش المغرب، ما صيفطوش ترخيص إلى آخره، وحرمنا البطل، حرم من المشاركة. شو على مهزلة وقعت الشام تلعب بلا البطل اللي هو المنتخب المغربي، على أي ما شاركناش بكيد حكام الجزائر. سال الشام. خليني نقول لكم بأن الجزائر خسرت كل شيء في الشان. نورمالمون ملي تنظموا الشان او تنظموا اي تظاهره رياضيه، الدوله المستضيفه تستافد، تتبدا تربح دعايه عالميه، كلشي تيهضر على التنظيم، يهضر على الافتتاح، يهضر على الاختتام، يهضر على المستوى الامني، تيهضر على الاوتيلات، يهضر على السياحه. اي دوله تتنظم شي حاجه تستافد من التنظيم ديال ذلك التظاهره، كانت رياضيه فنيه وعلى خاصه الرياضيه، فتتستافد كيف ما احنا استفدنا من تنظيم الموندياليتو. الجزائر عوض أن تستفيد من تنظيم الشان خسرت كل شيء في تنظيم الشان، وأنا غادي نفسر لكم وحدة كيف خسرت كل شيء في تنظيم الشان. شنو اللي خلى الجزائر تخسر أنا ما نتكلمش على مستوى التنظيم، وما نتكلمش على التيران، وما نتكلمش على الناس اللي بقاو برا، وما نتكلمش على دردشة المساء. كما قلت بأن تتنشر الكذب، تتنشر البهتان، تتنشر الإشاعة، تطعن في ثوابت المملكه. ما يمكنش حنا كاعلاميين نشوفوهم ونسكتوا، لا ابدا، لابد ان ندافع ولا بد ان نظهر الحقيقه. حنا الان تنقولوا الحقائق وتنقولوا الواقع، لا نكذب لا نزيف ولا ننشر الاشاعه. اذا خليني نقول هي حرب اعلاميه ارادها حكام الجزائر، والفلوس اللي عطات الحفيد من بداتوا بخلط السياسه بالكره والرياضه، بداتوا بطعن في الظهر المغربي الى اخره. وانتم عارفين القصه ديال مانديلا، حفيد مانديلا عفوا، اللي جا وكان في افتتاح الشان كيف ما تشوفوا امامكم في الصوره. ما بغيناش نديروا الفيديو وهو يتكلم عن الاستعمار وافريقيا وما عرف شنو داك الشيء، واساء لمانديلا. وكنا تكلمنا ديك الوقيته كيف ان مانديلا نوه بالمغرب ملي شدوا الاستقلال ديالهم، وملي تحرات جنوب افريقيا، وملي ولا رئيس الدوله، كيف ان مانديلا وهو في منصب القرار هنأ المغرب واشاد بالمغرب وشكر المغرب، وقدم عبد الكريم الخطيب وقال لهم هذا الراجل هذا اللي كان تيمثل المغرب كان مساند قوي لجنوب افريقيا ولمانديلا في مقاومته للنظام الاقطاعي اللي كان. ف هذا حفيد مانديلا اساء لي. حكام الجزائر تاءوا انهم يبداو الشان به في الافتتاح، فقال ما قال وفرغ حقد حكام الجزائر في الكلمه ديالو، اخذ بليزه ديال الدولارات. هذا هو المستفيد الوحيد من الشان. اللي استافد من الشان راه هو هذا، اما كلشي خسر في الشان في الجزائر، خسرت ليكيب، خسرت الدوله، خسر كلشي. هذا اللي استافد من الشان دا بليزه عامره بواحد 100,000 دولار تقريبا 100 مليون داها من فلوس البترول الشعب الجزائري. بعد هذا اول واحد استافد من الشان هو هذا، والسنغال اللي ربحت الكاس. اذا انتهى الشان بهذه البدايه المتعثره، فانتهى وبدات خسائر الجزائر. اول خساره امام السنغال، هادشي كامل اللي دارت الجزائر، والفلوس اللي عطات الحفيد مانديلا، والدمم اللي شرات في الاخر خسرات الشان، خسراتو وربحاتو السنغال. والف مبروك للسنغال الشقيقه، الف مبروك. ها واحد حتى ديك الفرحه يدخلوها للشعب الجزائري ما استطاعوش، لان ما بني على باطل ينتهي باطلا. اذا ها الخساره الاولى خساره كاس الشان. نمشيو للخساره الثانيه، خساره ثقه الكاف. الاتحاد الافريقي لكره القدم، خساره هذا الاتحاد. علاش خساره هذا الاتحاد؟ لانه ثقه هذا الاتحاد، لان بعد السبان اللي سبوا بعض الجماهير وما كانوا جماهير، كانوا عسكر بزي مدني في المدرجات في افتتاح الشان وسبوا المغرب وسبوا المغاربه، ووقفات عليه هذا الشيء الكاف. كذلك كلمه حفيد مانديلا، الكلمه الحقوده، الكاف فتحت تحقيق في الامر لتقف لترتب الجزاءات. جزاءات واحد ما متوقعش انها تكون، وممكن انها تكون عدم اعطاء الجزائر تنظيم تظاهرات افريقيه، ممكن جدا. ولا كانت هذه القضيه ممكن حنا ناخذ الكوب دافريك في 2025 مزيان. اذا
خسرت ثقة الكاف. أعطيناك الشان فإذا بك تترفعي شعارات سياسية معادية لدولة شقيقة. انا هذه اللي ما بغاش تفهم ليا في هاد المكلخين ديال الجزائريين. مكلخين بهاد العباره هذه. بنادم مريض، بنادم كيقول شي حاجه فيها شي حاجه، شي مخدر ولا شي حاجه ما عرفتش، والله ما عرفتش، والله ما بغات تفهم ليا. يعني ما كيستعملوا شي مخدر ما كيأثر عليهم بزاف، او لا عندهم شي مرض نفساني في المجتمع الجزائري كامل، في الشعب الجزائري كامل عندهم شي مرض نفساني كيعاديو بعضياتهم، او لا كاينه شي حاجه عندهم الخبث في الادمغه ديالهم. هذا الشيء اللي بان ليا. بزاف كيسب المغاربه، بزاف كيسب وكنشوفوا بعض الناس كيقول لك لا حنا الجزائريين خوا. حنا راه كنقولوها خوا، ولكن علاش عباد الله طعنوا في الدوله ديالنا وفي الملك ديالنا وفي الحكومات ديالنا وفي الشعب ديالنا؟ حنا هذا الشيء ما غنقبلوش. حنا جنود مجندون وراء صاحب الجلاله، حنا ما غاديش نقبلو. حنا مع الملك والملك معنا. ما يمكنناش حنا نقولوا شي حاجه اللي ما غاديش، ما يمكنناش حنا نتقبلوا شي حاجه تسبونا، حنا تسبوا الملك ديالنا وتقولوا لنا خوا. فين جبتوا هذه؟ فين كاينه؟ فين؟ ما يمكنش هادشي، راه ما يمكنش. او كاينين ناس مغاربه خارج الارض الوطن وكيقول لك لا انت عياشي، لا انت هادي، لا انت هادي. سيدي انا كنحب بلادي وغنبقى نحبها ونموت عليها. وتحياتي للجميع، ونكتفوا بهذا القدر، وما تنساوش بارطاجوا هذا الفيديو يصل كل ما هو جزائري، ليصل كل ما هو جزائري باش نبينوا لهم الحقيقه.